بسم الله. ثلاثيه جديده للنادي الاهلي قدام انبي بعد ثلاثيه نادي الزمالك في مباراه القمه. الاهلي اللي بيقدم مباراه رائعه جدا للمره الثانيه على التوالي، بس المباراه دي بتدين لعيبه النادي الاهلي. ايوه، بتدين لعيبه النادي الاهلي. لو انت مستواك كده وامكانياتك كده، ليه ما اثبتتش ده طول الموسم وجاي تفوق في اخر 3 مباريات؟ مباراه قدام نادي الزمالك، مباراه قدام نادي انبي بتقدم فيها اداء كويس، لكن علامه الاستفهام هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى الاداء ده يرجع؟ ايه اللي خلى ان كل واحد يطلع احسن ما عنده في مباراه الزمالك والنهارده قدام مباراه انبي؟ هل المدير الفني اتغير؟ لا. هل مجلس الاداره اتشال؟ لا. هل اي حاجه اتعدلت على الجهاز الفني للنادي الاهلي؟ لا. هل في صفقات دخلت على الفريق؟ برضه لا. وده دليل ادانه على لعيبه النادي الاهلي. انت ازاي تكون احسن كواليتي موجود في افريقيا دلوقتي وتقدم لي الاداء المزري اللي مقدمه لي طول الموسم، وبس خلال مباريتين، مباراه الزمالك ومباراه انبي النهارده، بتقدم لي اداء كويس وبتكسب باداء مقنع؟ كسبت. انت متخيل انك في مباراه الزمالك ومباراه انبي جايب 6 اهداف وما دخلش فيك ولا هدف؟ انت بتعاني من قله التهديف، انت بتعاني من استقبال شباكك الاهداف، ودلوقتي في مباراتين اثبت ان كل الامور دي سهله، وقدام خصمين كبار. متصدر الدوري اللي كسب النهارده قدام سموحه وبنسبه كبيره جدا حسم الدوري. والمره الحاجه التانيه ان انت ايه؟ تعمل ايه؟ تقدم اداء كويس. اداء كويس ده يدينك، والله العظيم يدين كل لاعب بيلعب في النادي الاهلي. ده حسين الشحات اللي احنا بنشوفه من اول الموسم؟ هل ده اشرف بن شرقي اللي احنا بنشوفه من اول الموسم؟ يا جماعه الخير، انتوا النهارده بتقدموا لنا اداء اكنكم لعيبه اتبدلتوا، اكن كان في لعيبه تانية ولعيبه تانية حضرت. وحتى على صعيد المدير الفني، ده المدير الفني اللي كان معايا على طول؟ هل ده ترب اللي بيقوم يتشنج على الخط ويزعق ويوجه ويعمل؟ هل هو ده نفسه ترب؟ طبيعي ان الاجابه طبعا لا. في حاجه اختلفت في النادي الاهلي، على سواء اللعيبه، على سواء المدير الفني، على سواء الروح اللي ما بين اللعيبه، الاداء ذات نفسه اختلف. حسين الشحات النهارده بيقدم مباراه ولا اروع للمباراه الثانيه على التوالي، بيخرج مصاب الف سلام عليه. ويمكن كمان الحاجه اللي محتاجين ناكد عليها قبل ما نتكلم على الاهداف اللي دخلت النهارده من النادي الاهلي، ان الف سلام على امام عاشور. اللقطه اللي كتير كتير احنا خايفين عليه النهارده تكون الاصابه دي كبيره. امام عاشور في كوره، في اخر كوره في الشوط الثاني، بيحاول على كوره ما لهاش 30 لازمه يا امام انك تنزل كده، لكن قدر الله ما شاء فعل، وبيقع على ركبته وبيصرخ وبيطلع بيزك برجله، وكمان بعد كده بياخدوه على النقاله. وكانت لقطه حلوه قوي من اللعيبه زي حسين الشحات وكهربا وبن رمضان بيطلعوا معاه لغايه غرف الملابس. بس احنا بقى عايزين نتكلم، هل ده حسين الشحات؟ هل ده اداء حسين الشحات اللي احنا كنا بنشوفه طول الموسم؟ قطعا لا. حسين الشحات بيقدم النهارده اداء ممتاز جدا للمره الثانيه على التوالي. النهارده اشرف بن شرقي بيسجل للمباراه الثانيه على التوالي. فيا جماعه الخير، هو ده ايه اللي بيحصل النهارده؟ شايف حسين الشحات في الهدف الاول لاعب بيستلم الكوره من زيزو، بيدخل منطقه الجزاء، بيقعد يدخل وبعد كده يلاقي زاويه مفتوحه بيجيب الهدف الاول. الهدف الثاني هو اللي جاب ضربه الجزاء، وبعد كده بيسيبها زيزو ان هو يجيب الهدف الثاني. الهدف الثالث من كوره ملعوبه هياها نفس كوره نادي الزمالك اللي احنا قطعناها من، كانت تمريره من حسام عبد المجيد، وبرده ضغط حلو جدا من ديانج نزل في الشوط الثاني بدل من حسين الشحات. الكوره بتوصل لامام عاشور، وبرده امام عاشور بيتصرف فيها تصرف مثالي ويباص الكوره على طول. وبالتالي ايه اللي حصل؟ اشرف بن شرقي هوب ويجيب الجون الثالث. وبالتالي في حاجه اختلفت على صعيد الاداء بشكل واضح جدا للكل، لكن هي علامه استفهام. طب انت كنت مخبي ده كله فين؟ انا كنت بقعد اقول لك انت اعلى سكواد، وانتوا اعلى لعيبه، وانتوا وبعد كده قدمت لي ايه في الملعب؟ قدمت لي اداء سيء جدا، اداء سيء جدا 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 طول الموسم، وضيعت على نفسك بطوله سهله ونفسينك اصلا. انت لو كنت بتلعب الاداء ده وبتكسب مبارياتك ما كناش هنخش بقى في الحسبه دي، وان كل ده وعايزين الزمالك يحصل صدفه كونيه ويتغلب ماتشين ويتعادل ويتعثر هو وبيراميدز ومش ليه. وليه اصلا انا اتمنى ده في موسم انت ما تستحقش تاخد فيه الدوري؟ فعلا انت ما تستحقش تاخد الدوري لانك مستواك كان سيء جدا، ومش هتاخد الدوري بماتشين لعبتهم في الاخر قدام الزمالك وقدام انبي. لا لا لا، عدل ربنا انك تخسر الدوري ده عشان تتربى وتعرف انك لازم تجتهد في الملعب. والامكانيات دي لو كانت عندك اللي انت ظهرتها في مباراه الزمالك ومباراه انبي، لو هي عندك فربنا مديك موهبه ومديك مهاره، بالتالي لازم توريها لي في ارض الملعب في كل الماتشات وتراعي ربنا. النهارده لما تيجي تشوف اداء اللعيبه، لا يا جماعه، اداء اللعيبه مختلف تماما. اداء اللعيبه فيه تحس ان في حاجه متغيره، تحس ان في مدير فني جديد وهو مرجعهم. حتى مدير الفني تحس ان هو لسه جاي ماسك عندي اول امبارح
وفايق ومركز وبيشخط وينطر ما بين اللعيبه. حاجه غريبه، حاجه غير مفهومه. طبعا الدوري بنسبه كبيره جدا للزمالك، خلاص الموضوع انتهى يعني. انت بتحاول على انك تاخد المركز الثاني، مع ان برضه بيراميدز مش هيفوت الفرصه دي. انت بنسبه كبيره هتلعب كونفدراليه السنه الجايه، وعلى اللعيبه ان هي ترد في ارض الملعب. البطوله طبعا الكونفدراليه لازم تنافس عليها ولازم تاخدها، بانك دخلت في البطوله دي. وبطوله الدوري السنه الجايه لازم تكون مركز عليها. اعتقد خلال الفتره اللي جايه هيكون في يعني باحلال وتجديد تماما في لعيبه النادي الاهلي، سواء اللي موجودين سواء اللي في الاعراض. هيبدا كابتن سيد عبد الحفيظ هو والمهندس ياسين منصور بان هم يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. شوفوا بقى الامور، مين هيجي مين هيروح. وحتى المدرب ده خلاص، انت جاي تفوق لي في اخر ماتشين وعايز تكمل، يا عم اتكل على الله مع الف سلامه. شوف بقى عقد انت في اي مكان عايز تروح. لكن الاهلي محتاج مدير فني، سواء مدير فني مصري قوي الاسامي دلوقتي مع حسام البدري، علي ماهر، ايا كان، شوف انت هتجيبه مين. او مدير فني كبير لازم يكون شخصيه قويه، سواء المدرب المصري او المدرب الاجنبي لازم يكون مدرب قوي، مدرب عنده شخصيه عشان يسيطر على اوضه اللبس اللي بتلعب بمزاجها دي. اللي على راي اسلام مهدي، احنا مش خدامين عندكم، يعني بمزاجك انت هتلعب. جاي تلعب لي اخر ماتشين قدام الزمالك وانبي وعايز تاخد الدوري يا عمي؟ لا صعب يعني. مبروك لجماهير النادي الاهلي فوز النهارده، ومبروك لجماهير النادي الاهلي اللي بتحضر الماتشات وبتدفع فلوس عشان تروح ورا اللعيبه، وبتكسب المباراه الثانيه على التوالي قدام نادي انبي. كسبت في ماتشين 6 نقط ب6 اهداف باداء رائع. ده كان فين من الاول؟ يلا قدر الله ما شاء فعل. وان شاء الله المباراه الاخيره قدام النادي المصري نقدر نحقق الفوز برضه عشان نختم الموسم ختام كويس. ولو خلاص الموضوع اعتقد بقى نسبه كبيره احنا هنلعب كونفدراليه السنه الجايه، الا لو الاتحاد الافريقي هيعدل في النظام للنسخه اللي جايه ويدخل اكتر من نادي من مصر، فوقتها الاهلي يقدر يلعب في دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. سلام.